السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة كباب بنينة وسهلة التحضير بمكونات بسيطة موجودة في كل دار. الكباب اللي سلكناه في رمضان كما على بالكم ويصلح كوصفة في الغداء ولا في العشاء حتى في الفطار. خليكم معايا خطوة بخطوة باش نوري لكم الطريقة بالتفصيل. انا قطعت البطاطا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، ماشي كبيرة وماشي صغيرة، وكنت عندي بيض وبصل وملح وفلفل وقرفة وأطراف تاع الدجاج في طنجرة. درت الزيت هكذا، فوالا ما نكثرش الزيت خاطر البطاطا كما تعرفون نقلوها وتطلق ليدام نجي بزاف الزيت. فوالا درت الاطراف تاعي تاع الدجاج كما راكم تشوفوا تاع الدجاج، نديرهم يتقلاو مليح مليح. فوالا والدجاج كيما حبيتو خياتي، حبيتو ديروا الفخاد حبيتو. انا هنا كان عندي ستر كبير قطعته هكذا وراني نحرك فيه باش يتقلى مليح مليح هكذا. ونضيف عليه الملح، فوالا الملح يعني تاني حسب الذوق، كل واحد كيفاش يحب، انا ما نكترش. فوالا نستمر في التحريك باش يتقلى لي مليح. تمام. الان نضيف التوابل اللي قلت لكم عليها، عود تاع القرفه وشويه فلفل الكحل، هذا مكان هذا واش ندير انا في الكباب تاعي. نحرك مليح مليح باش تدخل المكونات التوابل داخل. هاوليك بعد ما تحمس الدجاج تاعي، شوفوا لي كيفاش راه الريحه راهي تطلع خياتي. واش نقول لكم، نمرقوا الان بالماء دافي هكذا ونغطي عليه ونخليه يتكتك في عقله. فوالا الان في جهه اخرى حطيت المقله نقلي البطاطا تاعي. فوالا هكذا فوالا خلي البطاطا تاعي تنقلها ونجي نضيف الحميصه على الدجاج تاعي. انا الحميصه تاعي كانت يعني نص طياب، فوالا خليت حتى غلا مليح مليح ودرتها. ضفت فوقها 2 سنينات توم اللي كنت سكرفشتهم. فوالا الان بعد ما طاب الدجاج تاعي وتقلعت البطاطا تاعي راني دخلتها داخل المرق باش تشرب. فوالا وتكمل تجمر مع الدجاج. هذه هي. من جهة أخرى جبت صحن كسرت فيه الحبة تاع البيض هذيك، ولا ضفت لها توابل ملح فلفل نفس الشيء، نفس التوابل اللي درتها داخل الكباب تاعي. ولا نعصر لها نزيد لها معدنوس كمية لاباس بها يعني باش ندير العقدة تاعي. نعصر لها القارص فوالا وندربها مليح مليح. هذه هي العقدة تاع الكباب تاعنا اللي نعتمدوها. كما تعرفوا الكباب طاجين جزائري، وصفة جزائرية تاعنا من التراث هكذا. الآن نروح نطلع على الطنجرة تاعي ونشوف كيفاش اسك نديرو ولا مازال. فوالا راهو بدا يعقد. نحط العقدة تاعي من الفوق
فوالا شوفوا لي واش نقول لكم خياتي، الريحه راهي هايله هايله. كانت هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وفي وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وديروا لي لايك ودعموني. شكرا.